شايف الراجل ده؟ انت ممكن تكون شايفه انسان عادي بسيط، واحد عادي في الشارع، لكن ممكن يكون له شأن عظيم عند الله. وكم من مجهول في الارض ومعروف عند الله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ربما تجد عبد اغبر اشعث لو اقسم على الله لابره. صلى الله عليه وسلم. انت متخيل واحد بسيط كده بينه وبين ربنا عمار حاجه كده غير عاديه، زاهد في الدنيا، شغال يشقى على قوت يومه، مش عايز حاجة من الدنيا، ولا طمعان في جاه ولا مال ولا كنوز ولا حاجة، ياكل ويقضي يومه. حتى الحيوانات بتحبه، الناس كلها بتحبه، عنده طيبة قلب، داس على نفسه على شهوات، مش عايز حاجة غير رضا ربنا عز وجل، وراضي ومبسوط، وممكن يكون دعاءه مستجاب. فسبحان الله العظيم. إياك أن تقلل من شأن أحد. شايف فلان ده بسيط، لكن هو عند الله له شأن عظيم. يقول لك فلان ده دعاء مستجاب، فلان ده بينه وبين ربنا عمر. فالحكاية مش حكاية بالوزن ولا بالكيلو. سيدنا داود يقول: يا رب، سمعت أو علمت أن كفة الميزان في الآخرة تسيع السماوات والأرض، فكيف يملأه العبد حسنات؟ قال: لو تصدق بتمرة خالصة لوجهه ملأت له الكفة حسنات. الله أكبر. سيدنا النبي قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. صلى على النبي. متابعتك هتخلينا نستمر في نشر الخير، والسلام عليكم.